مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. شهدت جماعة سيد حرازم ضواحي مدينة فاس صباح اليوم السبت حادثة سير خطيرة بعدما انقلبت سيارة من نوع بيكوب كانت تقل عدداً من العمال الفلاحيين نحو الضيعات الفلاحية. الحادث أسفر عن مصرع عاملين في عين المكان وإصابة 16 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعضهم في حالة حرجة. وحسب المعطيات الأولية، فإن سائق السيارة اضطر للقيام بمناورة مفاجئة لتفادي الاصطدام بسيارة أخرى لم تحترم علامة الوقوف، قبل أن يفر سائق المركبة الثانية من مكان الحادث. وقد استنفرت الحادثة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات فاس، فيما فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.